واحنا عقدنا اجتماع برئاسة السيد معاون الإدارة فريق ركن سعد العلاق. كنا حاضرين به أنا وأخواني الموجودين باللجنة، وأكملنا كل الأمور وعرضت على السيد رئيس أركان الجيش، وهو كان المقرر أن نفتحها يوم 5، لكن بما أنه كانت الزيارة وتعرف العالم التهيئ أجلناها اليوم 15 أيلول لغاية 21 لغاية 21. ايش قد العدد المطلوب سيادة 10,000 درجة وظيفية. نعم، 10,000 درجة وظيفية بصفة جندي في الجيش العراقي. الشروط والمواصفات؟ الشروط هي تقريبا نفس الشروط، تقريبا ستة حكيت نفس الشروط. أقل شهادة يعني يجب أن يكون عنده هي شهادة الدراسة الابتدائية، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون ناجح بالفحص الطبي والمقابلة واللياقة البدنية. ونبدأ بعدها يعني بعملية اختيار، لأن هاي شوف هو بعد ما تنتهي يعني راح يقدمون، راح اللي الاستمارة مالته اللي مضبوطة يقبل، اللي ما مضبوط خارج الضوابط ما تقبل. بعدها راح يتم استدعائهم إلى مراكز الفحص لفحصهم ومقابلتهم وإكمال كل أمورهم، والناجحين منهم راح يدخلون أيضا الآن بمر موضوع مهم جدا عندنا، هو النسب السكانية للمحافظات، أيضا التوازن الوطني، هذا مهم جدا. ويبدأ الاختيار ومن خلال قرعة إلكترونية، يعني هي اللي تنظم عملية